ده هو برجاز نمرة 2 بعمل 1650. 1650. اه. وفي القطع الغيار بتاعته كلها العدة بالطربوش بالفونيا بمفتاح النفس بالغطا بالكباس بالجلدة بتاعت الكباس برضو موجودة. كل حاجه موجوده. كل حاجة بتاعته متوفرة. تمام. وفي رمالة القهوة دي في منها الصغيرة في منها الكبيرة. الصغيرة بتشيل 5 الرماله اللي هي دي. اه دي. الصغيرة بتشيل 5 كنكات والكبيرة بتشيل 10. وفي بوتاجاز الرحالات دوت. وده ايه؟ سبرتايه ده دي. طعم سبرتاية بالكنكة ب3 فناجيل بسكريتين. كم؟ 3 فناجيل بسكريتين. بكام؟ عامل 500. 500. والرماله دي الرماز عامله 550. 550. ده ايه؟ بوتاجاز الرحلات بالانبوبه بتاعته تمام. دوت عامل 750. 750. وفي رمبة الجاز الازاز والصاج رقم 10. وفي اللمبه السهاري الازاز دي بكام؟ الازاز دي ب 240. 240. والصاج والصاج ب 250. الصغيره في دي اللمبه السهاري ديت ازاز برضو عامله 100. كله مشغل جاز. كله بيشتغل بالجاز عادي. الفانوس ده وده فانوس الهواء عامل 550. 550. وده كله بيشتغل بالغاز عامل 850 بالاسطوانه بتاعته معاه هديه. ده غاز. اه ده بيشتغل بأنبوبة غاز مدورة. ودي ودي العدة بتاعت الطابور بالطربوش بتاعها دي عاملة 205. 205. ودوت راس البشبوري بتتركب برضه على الأنبوبة ديت. دي بتتركب كده. ده بيستخدم بيحمر بيه وش الحلويات وكده. هيتر يعني كده. وفي دوت برضه بشبوري بس ده بيتملي من الأنبوبة بتاعت الولاعات. بيتملي غاز. بتملي غاز عادي. ده بكام والتاني بكام؟ ده ب 120. والأنبوبة بتاعت البوتاجاز ديت عاملة 300. 300. واللي بيتملي دوت عامل 325. 325. وفي المفرمة البلاستيك دي نازلة ترند عامة. بتعمل 3 مقاسات شعرية وبتعمل بومبار وبتعمل كوسة ومعاها وش اللحمة. دي عاملة 1050 عليها عرض. دي إيطالي. دي يدوي. إيطالي. إيطالي. دي بتاعت زمان بقى. دي بقى بتاعت زمان اللي هي تقيلة دي عاملة 1300. 1300 بدل 1500 دي عليها عرض. بدل 1500. دي بتاعت زمان هي ولا بتتكسر ولا بتصدي ولا بتعمل أي ولا بتطلع لون ولا بتعمل أي. الأولانية دي اللي هي أول واحدة 1300. 1300. الثانية؟ وفي التانية اللي هي أخف منها بحاجات بسيطة بنفس إمكانياتها ولا بتصدي ولا بتطلع لون مع العجينة. ديت عاملة 600. 600. وفي الصيني عاملة 500. الصيني اللي هي الحمراء دي. اللي هي الحمراء. دي ايه؟ وديت بتاعت بطاطس. دي بتاعت محلات صح ولا ايه؟ بتاعت المحلات دي بكام دي؟ دي عاملة 2500 2500. والمفرمة الكبيرة دي؟ المفرمة تشيك 32. دي بتاعت لحمة ولا دي بتاعت؟ بتاعت لحمة. بكام؟ 32 ديت عاملة 8500 بدل 10. 8500. اتفضل. سخان تاج 120 واط عامل 120. 120 التاج. 120 جنيه. سخان الترس برضو 120 واط دوت كلهم بتوع فول عامل 150. 150 الترس. سخان الزعيم 125. 125 الزعيم. سخان الالكتريك دوت عامل 400. 400. كله ألمونيا. والفرق ما بين دوت وال 120 وال 125 وال 150 الفرق ان ده هيتر مفيهوش سلك من جوه نهائي. مفيش سلك. ده بكام ده؟ ده ب 400. فده ما يبص بقى بسرعه زي ما يبص بسرعه. ده بيقعد بال10 سنين وب 25 سنه. يعني في ناس بياخدوه بيقعد معاهم عمر تاني. 400. ده ب 400. في منه بقى الاصدار الجديد نازل بضمان 10 سنين عامل 450. اللي هو انهي؟ القمه ده 450 10 سنين. يعني لو في حاجه في اي حاجه بيجيبوه هنا السنتر هنا احنا بناخده بنوديه للشركه وبياخدوا كارت ان هو في اليوم سخان في الصيانه. وبعدها بعد ما بيتصيد بنكلمهم وبيجوا ياخدوه تاني. خلال ال10 سنين. لكن مفيش استبداد. لا مفيش استبداد. مفيش استبداد. صيانه بس. دي قهوه مش كده؟ ده سخان قهوه عامل 100. 100. الزعيم ده سلك. سخان الزعيم سلك 500 واط ب 150. ده 150. ده فول برضو ولا ده ايه؟ لا ده كده تسخين اكل حاجات خفيفه. يعمل شاي وقهوه يقمر عيش. تمام.
وده وفي منه المتغطي اللي هو السلك يكون متداري بحيث يكون أأمن أكتر، بالظبط 170. 170. وسخان العمرة 1000 واط 500 جنيه. 500 جنيه. اه. والصغير ده والصغير دوت 500 واط عامل 350. 350. اه يمشي شاي وقهوة برضه. الحاجات بقى دي الحاجات ده دي كده كام؟ برضه دوت 200 190. ده الزعيم المتغطي 500 واط 170 150 100. اللي احنا شفناه ده اه ده كل ده اللي احنا عارضينه عارضينه فوق. تمام. تسلمي. الولاعات دي اسعارها ايه؟ دي ولا عملوا ب 40. دي ب 40. اه. ودي الشحن اللي تتملي هي غاز دي صح؟ اه. دي الشحن بقى دي بكام؟ الشحن اللي هي نازله ترند والسحب عليها جامد جدا ديت عامله 100. 100. فاللي هي الشرز دي القديمه دي دي اللي هي القديمه اللي الناس كلها برضو بتسحبها 75. 75. اه. وفي منها بقى نزلوا لنا شكل جديد، دي بتنفع في الفران. الفرن دي كبيره ما شاء الله. دي ب 200. دي ب 100. 200. 200. ودي ايه؟ ده البشبوري. اللي انت وريته لنا ده صح؟ وده بشبوري الحام. اه. ودوت حامل كنك، في عندنا منه كبير وصغير. مقاسات. اه. بيبدأ من كام لغايه كام؟ الاتنين بنفس السعر، الصغيره ب 20 والكبيره ب 20. كله ب 20. كله ب 20. السخانات بقى اللي فوق دي تيجي من الاول كده سخان الاولاني. نور عين واحده 1500 واط عامل 2500. 2500 يعني الكبير ده والاثنين عين 2500 واط ب 3850. 3850. وصناي صناعي 2500 واط عامل 3300. 3300. وهوم 2500 واط عامل 2400. كاسل ده تركي عامل 3100. 3100 تركي. الكاسل اللي جنبيه برضه ب 3100. والكبير ده جي ام اس ده 3 عيون عامل 1000. واللي جنبه نور يركب على غاز طبيعي او غاز انبوبه عادي ستانلس عامل 2000. 2000. واللي الاثنين جنبه عين منه عامل 1650. 1650. والعين واحده عامل 1350. 1350. 180. عملت له غش؟ جدع. تعالي لي هنا بقى. يقول لي الستة ولا شوف من الولايات. تعالي لي هنا بقى. هو دي واحدة ولا مش واحدة؟ ماشي يلا ماشي يلا سلام. في كل السبرتات. دي كام؟ 450. اللي جنبها 550. الصغيرة دي 390. الكنكة دي مش كنكة دي بخاخة. بخاخة. بكام دي؟ دي 380. 380. المبخرة دي 275. السبرتيات الصغيرة دي كام؟ هي دي صوتها فوق، هي دي اللي فوق تحت. هي دي دي بكام دي؟ 550. وده عندك دي 380. 380. دي حاجات بتاعت شيش ولا مباخر دي؟ مباخر. صورتها مباخر. هي المباخر هي دي المبخرة دي. دي دي بكام؟ بيضات. دي 250. دي 300. 250 و 300. طب اسعار الكنك ايه؟ 100. ها؟ دي 100. 100. والصغير اهو 90. طب معلش الفرعوني دي كام؟ 650. 650. دي مطحنة يدوي. مطحن البني يدوي عامله 350. 350. جميل. ليها درج بقى اللي ينزل فيه البن صح؟ ده درجة. جميل. ده
بريموس هو أصل وابور الجاز في مصر، ظهر للمرة الأولى سنة 1930 يعني من 95 سنة، وبقى موجود في كل بيت في مصر. كان متخصص في صناعة مواقد الكيروسين والأدوات اللي ليها علاقة بالتخييم. وأصلا كلمة بريموس معناها باللغة السويدية يعني وابور أو موقد. اللي دخل وابور الجاز مصر رجل الأعمال الأرمني أفاديس ناراسيس تشيكيجيان، وده جه مصر هو واخته في 1920. اشترى دكان صغير في ميدان العتبة، محل مترين في مترين، كان بيبيع فيه أدوات منزلية. ربنا وسع عليه وبقى عنده 6 محلات في نفس المكان. بعديها امتلك مبنى كامل في 17 ميدان العتبة، وده المبنى بتاع بريموس اللي احنا فيه. وفضل أفاديس يستورد وابور الجاز لغاية 1970، لأنه في 1970 اتعاقد مع مصنعين لتصنيع وابور الجاز بريموس محليا في مصر. أفاديس اتوفى 1998، لكن قبل وفاته باع المحل لرجل أعمال مصري، لكنه اشترط عليه في عقد البيع انه يحافظ على اسم بريموس، واشترط عدم تغيير النشاط. علشان كده المحل محافظ على هويته ونفس نشاطه من 95 سنة. نجيب الريحاني الله يرحمه جسد شخصية حسن وابور الجاز، وخلد اسم محل بريموس بظهوره في فيلم لعبة الست. بريموس وجنبيه محل حلاوة من أقدم المحلات الموجودة في ميدان العتبة اللي بيتم تطويره الأيام دي. في النهاية كل الحب والتقدير لحضراتكم، لا تنسونا من الدعاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.